السلام عليكم ومرحبا بكم. واحد النهار واحد السيد كان كيسرح الغنم ديالو في جنب واحد الغابه خارج على مدينه جديده واحد شويه. مع الصباح تقريبا هذيك 9 ديال الصباح كيلقى واحد الجثه محروقه ومرميه تحت واحد الشجره، ولكن ما محروقاش كامله، اي ان الحريق كان فقط في شي مناطق من الجسم ديالو، مع العلم انه الوجه ديالو بقى عادي ما تحركش نهائيا. يعني هذاك اللي حرقو ربما كان مخلوع ولا كان مزروب، ما قدرش يحرق الجثه كامله ولا ما قدرش يبقى حداها حتى يحرقها كامله. هنا هذاك السيد عيط للبوليس، جاو الناس ديال الفرقه الجنائيه، جاو معاهم عناصر من الشرطه العلميه. في المعن المكان الحادث كيلقاو شاب في العمر ديالو تقريبا 38 عام محروق، ولقاوه ملفوف في واحد جوج مانطات مربوطين بواحد السلك. هزوا السيد لمستودع الاموات. بقاو البوليس كيتسناو نتائج البصمات اللي غادي تكشف ليهم على الهويه ديالو واللي بها غادي ينطلق البحث ديالهم. ولكن قبل ما تخرج نتائج البصمات جا واحد السيد، استاذ لجا الكوميساريه كيبلغ على الاختفاء الصديق ديالو اللي حتى هو استاذ، كيقول البوليس باللي يا ودي انا صاحبي خدام انا وياه في نفس الثانويه، وعندنا انا وياه نفس التوقيت، واليوم راه كنا خدامين في الصباح ولكن راه ما جاش. كنت اتصل بيه التليفون ديالو طافي، وتشطنت عليه، مشيت عنده للدار كندق عليه ما كاينش، مع العلم انه ساكن غير بوحدو. هنا البوليس بعد ما خداو من عنده شي مواصفات قالوا ربما احتمال يكون هو هذاك السيد اللي لقيناه الصباح مقتول. قالوا لي عافاك غادي تمشي معنا لمستودع الاموات، راه ممكن الصديق ديالك يكون هو هذاك الشخص اللي لقيناه الصباح مقتول ومحروق في جنب واحد الغابه. مشاو لمستودع الاموات ودخلوا ووراو هذاك الضحيه، هو يصدم، قال لهم هذا هو صاحبي. هنا البوليس رجعوا للكوميساريه وقالوا للاستاذ عافاك غادي تقول لنا اخر مره شفتيه فيها. قال لهم اخر مره هي البارح، كنت جالس انا وياه في واحد القهوه وجاه واحد الاتصال وقال لي يا الله يعاون حتى الغدا ونتلاقاو في المؤسسه. قلت لي انا خليك معايا شويه ونمشيو كاملين، ولكن هو قال لي راني داير مع واحد السيد باغي يشري مع عندي طوموبيل، وراه هو اللي اتصل بيا دابا وراني غادي عنده. البوليس قالوا ليه اش من طوموبيل عنده؟ قال لهم عنده غولف زرقاء، غولف زرقاء وراه كاتب عليها للبيع وحاط عليها واحد النمره ديالو. هنا البوليس لعبوا واحد الدور ذكي، لما قالوا ليه واش عندك النمره اللي حاط صاحبك على الطوموبيل؟ قال لهم راه هي اللي عنده النيت. قالوا لي عطيها لينا. خداو البوليس من عنده النمره وعرضوها على الطاقم ديال الخبره، كيلقاو اخر نمره عيطات ليه مكالمه ما فاتتش 14 ثانيه. ولكن قبل هاد المكالمه لقاو واحد النمره اللي حتى هي صونوا ليها، ولكن لما البوليس كيصونيو فيها كيلقاوها طافيه. هنا البوليس قالوا نشوفوا اخر مكالمه نعيطوا ليها. ملي عيطوا ليها كيلقاو مولاتها مرا. قالوا لها السلام وعليكم السلام، معك البوليس؟ قالت لهم مرحبا، المراه هنا تفاجات. قالوا لها عافاك اش من مدينه نتيا؟ قالت لهم سيدي انا من جديده. قالوا لها جي عندنا دابا الدائره الفلانيه. بالفعل مشات عندهم السيده ودات معاها راجلها. دخلوا قالوا للبوليس واش اتصلتوا بهاد النمره البارح؟ البوليس قالوا لهم واش اتصلتوا بهاد النمره البارح؟ قالوا حنا البارح كنا معروضين عند شي عائله وتعشينا عندهم، وملي بغينا نخرجوا لقينا واحد الطوموبيل واقفه عند كراج ديال الدار هذيك العائله اللي كنا معروضين عندهم، حيت كنا مدخلين الطوموبيل في الكراج. ما عرفناش هذيك الطوموبيل ديال من، وراجلي قال لي صوني ليهم في هاد النمره اللي حاطين في الطوموبيل وكاتبين عليها للبيع. وبالفعل صونينا فيها وجاوبنا واحد الولد وقلنا ليه عافاك زيد الطوموبيل ديالك غير شويه باش نخرجوا طوموبيلتنا. خرج واحد الولد وحيد طوموبيلته وخرجنا حنا ومشينا بحالنا. هنا البوليس قالوا لهم غتوريونا الدار اللي خرج منها هذاك الولد. قالوا لهم واخا. مشاو معاهم وراوهم الدار اللي خرج منها. دقوا فيها البوليس ما لقاو حتى شي واحد. هنا البوليس عاودوا رجعوا وصونوا في هذيك النمره اللي لقاوها طافيه.
هاد المره صوناو فيها البوليس وهي تجاوبهم واحد البنت، قالت لهم السلام عليكم. السلام. قالوا لها معك البوليس؟ قالت لهم مرحبا. وجاتها في شكل البوليس يعيطوا لها في ديك النمره. قالوا لها البوليس واش هاد النمره ديالك؟ قالت لهم لا ديال خطيبي. قالوا لها هاد خطيبك فين مشى؟ قالت لهم راه خرج غير دابا هو وخويا من الدار. هنا البوليس قالوا لها هاد خطيبك راه مرتكب واحد الجريمه كبيره بمدينه جديده. قالوا لها بعدا فين نتيا؟ قالت لهم انا في اصيله. قالوا لها راه خطيب ديالك مرتكب واحد الجريمه كبيره وما تورطيش راسك معاه، وعطينا العنوان ديالكم. قالت لهم اودي راه يقدر يكون شي غلط، راه خطيبي راه جدارمي. قالوا لها شوفي خطيبك راه ما جدارمي ما والو. البنت حتى هي تصدمات وعطات البوليس العنوان ومشاو البوليس الاصيله، ولكن البوليس لما وصلوا العنوان اللي عطاتهم هذيك السيده ما لقاوهش، لقاوه مشى. هنا البوليس قالوا لهذيك البنت واش قلتي لي شي حاجه؟ قالت لهم لا ما قلت ليه والو، راه هو اللي بغى يمشي وقال لنا راه ضروري خاصني نمشي حيت غدا خدام في الصباح. وسولوها البوليس قدام والديها، سولوها البوليس اللي حتى هما قالوا هذاك الولد راه جا خطب من عندنا البنت ديالنا غير البارح وقال لنا راني جا دارمي وعطوني غير شي ايامات ونجيب والديا وحنا استضفناه وباش عندنا، وراه اليوم دار الخارج هو ولدنا حتى لهاد العشيه جا وقال لنا راه خاصني نمشي وحيت عندي خدمه في الصباح. وقالوا لهم البوليس اش من طوموبيل جاب؟ قال لهم جاب طوموبيل غولف زرقاء. هنا البوليس اكدوا منه 90% باللي هو مول الفعله. هنا البوليس ربطوا الاتصال مع الكوميساريه ديال جديده وقالوا لهم سيروا عنده للدار راه يقدر يكون وصل تما دابا. مشاو البوليس عنده للدار ما لقاوش. البوليس قالوا لهاديك خطيبته غادي تعيطي ليه وتسوليه فين وصلتي وسولي عليه وبلا ما تثيري الشك ديالو. بالفعل عيطات ليه فين انت وفين وصلتي؟ قال لها انا راه ما مشيتش الخدمه، جاتني واحد الميسيون في اكادير. وهنا البوليس هو يقول لها قطعي وعاودي عيطي ليه وقولي لي انا بغيت نجي عندك لاكادير، والليله انا راني قلت لدارنا باللي غادي نمشي عند خالتي وانا ما غاديش نمشي عند خالتي غادي نجي عندك. حتى هو كان طالب عليها، قال لها واخا مرحبا. قالوا ليها البوليس قولي لي انا غادا نقطع الكار دابا. قال ليها واخا انا غادي نتسناك. هنا البوليس هزوا البنت ومشاو لاكادير ووصلوا مع ديك الوحده الليل تقريبا، وقال البنت هاكي عيطي ليه وقولي لي انا في المحطه كنتسناك. بالفعل وقفات حتى المحطه والبوليس كانوا كيدوروا تما غير بالزي المدامي حاضينها من بعيد، حتى كيبان لهم جا واحد الشاب تقريبا في العمر ديالو 28 عام جا عندها، ولكن ما جاش بالطوموبيل، جا غير على رجليه وهما يشدوه البوليس. وهنا ملي شدوه قال لهم انا عرفتكم على جيتو. هزوه وجابوه لجديده. وفي التحقيق اول سؤال طرحوا عليه البوليس هو فين الطوموبيل؟ قال لهم بعتها. قالوا ليه لما بعتيها؟ قال لهم بعتها لواحد السيد مول لافيراي. مشاو البوليس جابوا مول لافيراي وتاكدوا من الطوموبيل وتاكدوا باللي راه الطوموبيل هي النيت ديال الاستاذ المقتول غولف زرقاء نفس الماتريكيل اللي في الملكيه ديال الاستاذ المقتول. قالوا ليه بشحال بعتيها؟ قال لهم بعتها ب1.5 مليون. قالوا ليه دابا عاود لينا كيفاش قشلتيه عاود لينا كلشي وبالتفاصيل. هو يقول لهم انا غادي نعاود لكم من الاول حتى الاخر. انا تعرفت على واحد البنت من اصيله دابا شي شهرين، تعرفت عليها غير من الفيسبوك وقلت ليها انا جدارمي وعجبتيني وهي عجباتني وبغيت نتزوج بها، وقلت ليها انا غادي نجي عندكم لداركم نخطبك وهي وافقت، وانا ما عندي لا فلوس لا والو. هذاك النهار كنت دايز من حدا واحد الثانويه وكتبا لي واحد الطوموبيل غولف زرقاء مكتوب عليها للبيع. هزيت الرقم ديال التليفون وتسنيت حتى لهديك 7 ديال العشيه، بدا الظلام كيطيح وانا نعيط ليه. وجاوبني واحد السيد وقلت ليه السلام عليكم. السلام، واش باغي تبيع الطوموبيل ديالك؟ قال لي قلت ليه اخويا السياره ديالك زوينه وراه خويا شافها وعجباتو وبغى يشريها من عندك. وقال لي مرحبا، ودرت انا وياه غادي نتلاقاو مع 8 ديال الليل. وبالفعل تلاقينا وقلت ليه راه
غادي نتسناو خويا حتى يخرج من الخدمة مع 9، وراه غادي يجي للدار. قال لي واخا ماشي مشكل. ديتو معايا للدار وطلعنا وجلسنا، وانا مشيت للكوزينه جبت واحد 2 كانيطات. بدينا كنشربوا كنهضروا على الطوموبيل. واحد شويه هو صون عليه شي واحد وبدا كيهضر مع واحد البنت. انا استغليت هذيك الفرصه ونطت الكوزينه، جبت واحد المقده وضربته بها الراس، جوج ديال الضربات. وتاكدت باللي مات، وقلت قلبت لي جيبو ولقيت فيهم، لقيت في جيوبو 2000 درهم. ومسحت هذاك الدم وطلعت للسطح، جبت واحد السلك ولويته في 2 مانطات وبقيت كنتسنى حتى تخوى الزنقه، وهزيته في الكوفر ديال الطوموبيل وديته للغابه وحركته ورجعت بحالاتي للدار. دوشت وخرجت هذيك الساعه شديت الطريق لعند خطيبتي حتى جيتو نتوما وشديتوني. سجلوا الاقوال ديالو في واحد المحضر رسمي وتقدم للعداله وتحكم بالمؤبد، وتحكم حتى هذاك السيد اللي شرا من عنده الطوموبيل بالتهمه ديال شراء المسروق، وتحكم بعامين. والسلام عليكم ورحمه الله.